نروح من ضمن نظام المسابقة واللي الناس اتكلمت معايا جامد فيها. يعني فكرة ايه اللي حصل؟ طيب، الزمالك راح لعب مع الاسماعيلي في الاسماعيلية، وقبليها بيراميدز اللي في المركز الثاني في الدور الاول لعب مع الاسماعيلي في الاسماعيلية، وفيوتشر لعب مع الاسماعيلي في الاسماعيلية، والمحله لعب مع الاسماعيلي في الاسماعيليه، واسوان انا بجيب لكم الانديه الشعبيه كمان لعبت، والاتحاد والمصري حتى. اما عدم لعب النادي الاهلي مع الاسماعيلي فيقول لك ده قرار امني. وهنا السؤال: هل الملعب لا يصلح لاستقبال المباريات؟ هل الملعب ممنوع امنيا؟ هل ملعب النادي الاسماعيلي ممنوع امنيا؟ هل الامن يرفض ان تلعب مباريات جماهيريه على ملعب النادي الاسماعيلي الذي لا يصلح؟ ونجد ان النادي الاسماعيلي بيستقبل نادي اسمه نادي الزمالك بجماهيريته العريضه بملايين من الجماهير بيستقبله في الاسماعيليه، وكل الانديه الشعبيه بتروح تلعب في النادي الاسماعيلي الا النادي الاهلي. اذا رفض الامن هو ليس رفض للملعب، وليس رفض لان الملعب غير امن او لا يسمح بلعب مباريات على ملعب النادي الاسماعيلي، ولكن الرفض ان الاهلي ما يلعبش هناك. يعني الرفض مرتبط بالنادي الاهلي وليس مرتبط بالملعب. هنا البعض وبعض الصحفيين قال لك حتى يا عم خالد يا غندور لو الاهلي خسر ماتشاته كلها بتاعت المصري وبتاع هيتصدر الدوري، ولكن طبعا دول بيبقى الهدف من كلامهم هو الترند او يعمل قصف جبهة او كلام ملوش اي منطق. لكن المنطق ان انت بتحقق التنافس الطبيعي ما بين كل الاندية والعدل في المنافسة، وبتعطي كل الاندية نفس الظروف اللي ممكن النادي اللي بينافسك يلاقيها. تروح تلعب على نفس الملعب، ملعب حلو ولا وحش، اجواء الجماهير، المحافظة، الجو العام، الاجواء المناخية، اي حاجة، وبتدي الاندية كلها تلعب على نفس الملعب. هناك محاولات لوجود لجنة تدير نادي الزمالك لمدة سنة مع رحيل المجلس بالكامل، محدش عارف. الوضع ضبابي بصورة كبيرة جدا، وده بيؤدي يا جماعة إلى عدم استقرار غير طبيعي لنادي كبير بيشجعوا ملايين الملايين، وقلقانين وزعلانين ونايمين مش مبسوطين وقرفانين ومتضايقين. مش متضايقين فقط من عدم تطبيق اللوائح والقوانين والكيل ب100 مكيال، بل كمان مفيش إدارة، مفيش استقرار، مفيش فلوس، مفيش لعيبة، مفيش تحكيم، مفيش عدل، مفيش لوائح، مفيش قوانين. ايه الحل؟ سيبك من الهبل اللي بيقول لك اطهر الطاهر، ده اللي بيقول لك اطهر الطاهر والكلام ده. قول له اصلا يا حبيبي الحكم بتاع المباراه دي استبعد اتشال من حكام النخبه بسبب ضربه الجزاء دي او من اسبابها ضربه الجزاء دي. قول له يا حبيبي الجون اللي دخل في نادي صن داونز، الراجل الجون اداها للاعب الهلال، بيوقفها اداها للاعب الهلال جابها جول سوداني. قول له يا حبيبي الاهلي لاعب المنافس اللي هو الرئيسي بتاعه اللي هو الهلال هنا، اللي لو كان جدع كان اتعادل او خسر 2-1 كان وصل والاهلي كسب 3-0. قول له يا حبيبي الاهلي كسب القطن الكاميروني في القطن 4-0. قول له يا باشا الاهلي كسب الرجاء 2-0 هنا وتعادل مع الرجاء هناك. قول له يا باشا الاهلي كسب الترجي في تونس 3-0. قول له يا حبيبي الاهلي متعود انه بيوصل للنهائي او نصف النهائي. قول له يا حبيبي ان الاهلي بامر الله باذن الله بدون مقاطعه هيبقى المره ال15 باذن الله في نهائي كاس افريقيا. قول له يا باشا الاهلي 10 مرات بطل ابطال افريقيا. قول له يا باشا الاهلي 8 مرات بطل السوبر الافريقي. مش كده ولا انا مش واخد بالي؟ قول له بس ده كده. هيقول لك اطهر الطاهر، يا سيدي ربنا يبعت لنا 100 اطهر طاهر. اتوقع بعد الاداء قدام بروكسي لازم ترمي الفوطه. اترمت يعني يا كابتن؟ ايوه اترمت خالص؟ اه
خلاص جابوا ظرافها زي ما بيقولوا يعني. صراحه يعني، ومنهم لله اللي تسببوا في الكلام ده، واللي تسببوا في ضياع نادي الزمالك اللي هو واخد دوري سنتين ورا بعض، وتيجي لغايه شهر واحد هو ماشي اول مع النادي الاهلي بفارق الاهداف. فاكر؟ صحيح. ماتش اسوان، هو ربك ما بيسيبش، لان في حاجات كتيره اتعملت غلط، وكان في افتراء، ولاعيبه ما ترجعش، ولاعيبه تمشي، ولاعيبه لازم نسيبها، ويجيبوا لعيبه مش قماشه نادي الزمالك خالص، ومدرب عقيم، كان عقيم، ويمكن من السنه اللي فاتت وانا كنت بقول لك الكلام ده وانتم ما كنتوش مصدقين، وهو اللي خلص على النادي. والنهارده عمالين يطلعوا تصريح له يقول لك ايه، هو يعني هو بيقول لك انا مش خايف على نفسي قد ما خايف على، ما انت اللي خربت نادي الزمالك. انت قد ما انا خايف على نادي الزمالك. قال لك انا مش خايف على نفسي قد ما خايف على مستقبل نادي الزمالك. واللي ساعد على كده المشرف اللي هو جاب الصفقات دي، اللي كنا بندافع ونقول لا مش هو امير. لا مش هو، لا ده الراجل اختياراته، وطلع كل الكلام ده اونطه، وكل طلع الكلام ده كده. لا ده اختياراته هو، وكان فارض على الراجل، والله اعلم ايه الاتفاق حصل عشان ان هو يوافق الراجل على الصفقات دي. لان الصفقات ما تلعبش مركز شباب اصلا. يعني واحد جاي من بيراميدز، 2 جايين لك من بيراميدز مكلفينك اكتر من 130 140 مليون جنيه، وهم ما بيلعبوش في بيراميدز. طب هات الراجل اللي اسمه توريه، هات رمضان صبحي، هات عبد الله السعيد. بص ده نتيجه طب المدير الافتراء. الفني شايفه مظلوم يعني يا كابتن؟ مظلوم مين؟ ده النهارده عمل تأليفة. بعد النهارده ده لازم يمشي، يساقوا العقد ويمشي. ويمشي. كل اللي بتقوله ده، ما هو يجي في الاخر هتقول حتى لو مين جه مش يا هيعرف حبيبي ماشي، بس يتعامل مع الموقف. الف ب كوره لاعب كل واحد في مكانه. مبروك للنادي الاهلي بطولة افريقيا. لا الماتشين اللي هم بتوع خلاص يعني، الماتش الترجي بتاع امبارح واللي جاي، مبروك النادي الاهلي صعد للنهائي. ايه اللي هيحصل بقى الله اعلم في النهائي. بطولة افريقيا ايه؟ ايه؟ بطولة افريقيا ايه بقى؟ في علم الغيب. ايوه يعني دلوقتي الاقرب صن داونز، الاهلي زي ما انت بتقول كده مبروك خلاص في المباراه. والنادي الاهلي هيلعب الماتش الاولاني هنا ولا هناك؟ الاهلي كان الثاني، لا تقريبا هيلعب هناك، تاني هناك تقريبا. يعني الساعه 3 في عز المعمعه. خليني اتاكد من المعلومه. بص لو الثاني هنا هتكسب. النادي الاهلي بس اعداد بس عشان الثاني هناك. الماتش صعب جدا. مش عايز ابشر. يعني لو الاهلي لعب النهائي اخر مباراه هناك، يعني الثانيه هناك صعب عليه العوض. في عز الجو والاجواء اللي هناك صعب. انا راجل عايز العب واخد بطوله، ما بفكرش في جو، بجهز نفسي. خبراتك اكسب هنا. ايوه خبراتي هي اللي هتكسبني. لا اكسب هنا عشان تبقى رايح هناك مطمن. انما هتقول لي بقى 1-1 ولا 1-0 والكلام ده صعب. انا بتكلم على فني. ان انت كنادي اهلي هتلعب في وقت مهما كانت قوتك، وانت عارف. طيب وانت لعبت في الاجواء دي هتبقى هناك يعني المباراه الاخيره. فانت المشكله في الجو، واخد بالك، والملعب. انما ممكن الكوره لو انت وقفت صح ما تخسرش. رجال السله في الاهلي بيفوزوا بدوري السوبر، نجاح كبير الحقيقه، بيلعب فريق محترم جدا هو الاتحاد السكندري. يمكن كنا بنتكلم امبارح في الجزئيه ديت، وراح وجه الموضوع في نتائج الماتشات. الاهلي كسب اول ماتش، الاتحاد بعد كده كسب الماتش اللي بعديه، رجع الاهلي كسب الماتش الثالث، وبعدين حسم النهارده الموضوع بالماتش الرابع. بيست اوف 5 دوري السوبر، بيتمكن النادي الاهلي من حسمه قدام نجاحات كبيره جدا جدا، ليس فقط على صعيد كرة القدم وإنما على صعيد السلة.